السلام عليكم عشاق الكرة المستديرة. حقق بايرن ميونخ فوزا ساحقا على فريق روتاش إجرا بنتيجة 27-0 في مباراة ودية جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات البافاري لانطلاق الموسم الجديد. وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متفوقا بنتيجة 18-0، وجاءت الأهداف عن طريق جمال موسيلا 5 أهداف، وماتيس تيل 5 أهداف، وسيرجي غانباري 3 أهداف، وهدف لكل من ألفونسو ديفيس وكونراد لايمر ودايوت أوباميكانو وليروي ساني ونصير مزراوي. وفي الشوط الثاني أضاف بايرن ميونخ 9 أهداف أخرى سجلها كل من مارسيل سابيتيزر 5 أهداف، ورافائيل غيريرو وريان جافيني بريش وساديو ماني وكان غسلي كومان. يذكر أن بايرن ميونخ توج بلقب الدوري الألماني خلال الموسم المنقضي للمرة 11 على التوالي بعد منافسة شرسة مع غريمه بروسيا دورتموند استمرت حتى المباراة الأخيرة من البوندسليغا. وكان بايرن ميونخ قد اختتم الموسم الماضي بالتتويج بلقب وحيد، وهو الدوري الألماني الذي حصده للمرة 11 على التوالي وال32 في تاريخه.